تعالوا بقى اقول لكم ازاي تعملوا بطه حلوه وخطيره كده زي دي بالظبط، وكمان من غير ما تسلقوها. ولو كنتوا اول مره تعملوا بط اوعدكم هتعملوه باحسن طريقه ممكن تتخيلوها. بصوا ازاي واخد تسويه مظبوطه، وطعمه كمان كان حلو قوي متبهر، ما كانش زفر خالص، بالعكس كانت احلى طريقه اكلت بيها البط. اول حاجة عندي هنا بصلاية مفرومة، عليها معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من جوز الطيب، ومعلقة من الملح، وبشر طماطم حوالي طماطمية تقريبا. قلبتهم مع بعض كويس، وبعد كده ابتديت ان انا يعني اتبل بيهم البط كويس قوي من جوه ومن بره. بعد كده بقى جبت صينية وحطيت فيها ورق فويل، وعملت في البطة كده فتحات عشان تدي شكل مش اكتر، وعادي لو ما عملناهاش مفيش اي حاجة هتتغير. حطيت كمان ورق لورا وحبهان علشان الطعم يطلع احلى. وبعد كده بقى قفلت الفويل كويس قوي علشان ما يطلعش اي بخار وتستوي كويس. طبعا احنا هنسويها من غير مية، احنا بس هنقفل عليها كده بالفويل، وهنحط مية مغلية في الصينية نفسها عشان الورق ما يتلسعش من تحت، وكمان عشان البطة تطلع طرية. بس كده، وكنت مشغله الفرن على اعلى درجه حراره، حطيته على ارضيه الفرن، حطيت الصينيه على ارضيه الفرن. بتاخد معاكم طبعا على حسب حجم البطه، يعني هتاخد معاكم من ساعتين ل3 ساعات. وحطيت اهو ميه مغليه علشان زي ما قلت لكم البطه تطلع طريه معاكم، كمان الورق من تحت ما يتلسعش في الصينيه. وبس بقى دخلتها كده على ارضيه الفرن، اخدت معايا حوالي ساعتين ونص، كانت طالعه مستويه جدا جدا. بعد بقى ما تستوي خالص، هي خلاص استوت، بجيب معلقه من السمنه البلدي، تقدروا تستبدلوها بزبده او زيت. حطيت عليها معلقه كبيره من العسل، ورشه من الملح، ورشه من الفلفل الاسود، وقلبتهم مع بعض كويس قوي، ودهنتهم على وش البطه علشان تاخد اللون الحلو. وكمان على فكره هو مش لون بس، العسل بيدي تيست تحفه في تحمير الطيور عامه. وبس كده طلعت معايا بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. حقيقي كانت بطة تحفة. تسويتها كانت حلوة قوي وطعمها حلو جدا. جربوها، انا متأكدة ان هي تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.